من ضمن اعراض الحمى الروماتيزميه ارتفاع في درجه الحراره، الم في المفاصل لو الجهاز المناعي ضرب المفاصل، الم مشاكل في القلب الروماتيزميه او فشل في الصمامات بتاع القلب لو ضرب في القلب، ممكن يضرب في الجلد فيعمل عقد تحت الجلد، يعمل الحمى القرمزيه وهي بقع حمراء بتظهر على الجلد في اماكن مختلفه، بيعمل مشاكل كتيره جدا. طريقه العلاج بتبقى ازاي؟ بيدينا مضاد حيوي عشان يقضي على البكتيريا خالص، وعشان جسمنا ما يطلعش اجسام مضاده ثانيه للبكتيريا دي، لان الجسم بيطلع اجسام مضاده والاجسام المضاده مش عارفه طريقها، هي مش قادره تميز بين شكل الميكروب وبين البروتينات اللي شبه الميكروب اللي في جسمنا احنا بتاعتنا، فبيهاجمها. فعشان ما نطلعش جهازنا المناعي ما يطلعش اجسام مضاده اكتر من كده، فالدكتور بيكتب له مضاد حيوي عشان يقضي على الميكروب. طيب وبعد كده بيبقى في علاج وقائي ان احنا نستأصل اللوز لانها بقت وكر للميكروب والسموم بتاعته. وبعد كده بيديله حقن الطويل المفعول، مفعوله مثلا يستمر اسبوعين لثلاث اسابيع. طيب في حاجه بقى، حقن الطويل المفعول دي ما بتوقفهاش لوحدك، بمعنى انك في اجراءات الاول لازم توقفها بيها، وكذلك مش اي حد بياخد حقن الطويل المفعول. يعني ايه؟ يعني في شروط ومعايير لو توفرت فيك ساعتها بس تقدر تاخد حقن الطويل المفعول، مجموعه شروط ومعايير مع بعض.